بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السابق عن عودته للنادي الأهلي في تصريحات لموقع سنترال نيوز الجنوب إفريقي: لا أفكر في العودة إلى الأهلي إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقة أن كرة القدم ثلاثة أمور: الفوز والتعادل والخسارة. أنا غير مستعد لتدريب ناد يعتقد أنه سيخرج منتصرا دون أي فشل. عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية، استعدادا لقبول أن الخسارة والتعادل جزءا لا يتجزأ من اللعبة، تماما كما هو الحال مع الفوز. لست مستعدا لتدريب ناد يعتقد أنه يلعب بمفرده وأنه سيفوز دائما. وجاءت تلك التصريحات من الجنوب إفريقي بعدما ترددت أنباء خلال الأيام الماضية باحتمالية عودته مرة أخرى لتدريب القلعة الحمراء خلفا لريبيرو. هل ممكن المغربي يغادر صفوف النادي الأهلي؟ يبدو أن أيام المغربي أشرف بن شرقي داخل القلعة الحمراء قد تكون معدودة، بعدما أشارت تقارير صحفية صادرة عن موقع أفريكا فوت إلى أن إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تدرس بجدية ملف رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في عدد من الدوريات الخليجية. بن شرقي الذي التحق بصفوف النادي الأهلي خلال ميركاتو الشتوي الماضي لم ينجح في ترك البصمة المنتظرة مع الفريق، حيث جاءت مشاركاته محدودة ولم تضف القيمة التي كانت تأملها الإدارة والجهاز الفني، خصوصا في المواجهات الكبيرة. على الرغم من تلقيه عروضا أبرزها من نادي الشحانية القطري، فإن اللاعب فضل الاستمرار في نادي القرن في ظل سعي الإدارة دائما لتدعيم الصفوف. بحسب الصحفي عبد الحكيم أبو علم، ممكن نقول أن أسد الحملاوي في الأهلي خلال انتقالات شهر يناير المقبل قبل مواجهة الليلة أمام إثيوبيا. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب الفراعنة خلال تصفيات كأس العالم؟ خاض محمد صلاح 26 مباراة رفقة منتخب الفراعنة، أحرز خلالهم 17 هدف، صنع 12 تمريرة حاسمة. مبادئ الأهلي فوق الجميع ولا أحد يجرؤ على مخالفتها. وليد صلاح الدين يظهر العين الحمراء عقب توليه مدير الكرة بالنادي الأهلي. أظهر الكابتن وليد صلاح الدين العين الحمراء للاعبي النادي الأهلي عقب توليه منصب مدير الكرة بالجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس. وبحسب التقارير الصحفية أبلغ الكابتن وليد عبد صلاح الدين اللاعبين بضرورة الالتزام التام، كما تسلم عقود اللاعبين من أجل التجديد والتمديد. رسالة الموهوب للاعبين: مبادئ الأهلي فوق الجميع. مدير الكرة قرر عودة المران الصباحي للفريق مثلما كان يحدث في السابق. وليد صلاح الدين للاعبين: ممنوع نشر أي بوست عبر السوشيال ميديا. قرر وليد صلاح الدين تفعيل الغرامات مباشرة لأي لاعب يتخطى التعليمات. استمرار المفاوضات من أجل جلب مدير فني جديد لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي. بحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية، ليونالدو سيمبليتشي مدرب سامبدوريا السابق يجري اتصالات مع النادي الأهلي من أجل تولي المهمة الفنية. سيمبليتشي من بين المرشحين لتولي النادي الأهلي في الدوري المصري في أول تجربة له خارج إيطاليا. وقد قال النادي الأهلي خوسيه ريبيرو من منصبه كمدير فني لسوء النتائج، وبأنه لم يقدم أي شيء يطمح له النادي وجمهوره. دايما النادي الأهلي زاخر بكوادره وبيتم الاستعانة بهم في جميع الأندية غير النادي الأهلي. رسميا الكابتن خالد بيبو مديرا للكرة في نادي زد.